العمل والاجتهاد. نشكر كل اللاعبين، كل الاطر، كل التقنيين، المسيرين، السيد الرئيس، الجميع، فعاليات مدينه بركان بكل اطيافها. وهذا دليل على ان شاء الله النهضه البركانيه ستعود بقوه لكاس الكونفدراليه، وستقول كلمتها لانها يعني عندها دابا امتلكت واحد الخبره، يعني تراكم الخبرات في الادغال الافريقيه، وان شاء الله تكون هذا يعني النهضه البركانيه كلمتها. وهذا التتويج هو حقيقه نتيجه ديال العمل ديال الجامعه وديال جامع والسيد الرئيس فوزي القجع تحت القياده الساميه لصاحب جلاله الملك محمد صلى الله عليه وسلم. المغرب اصبح قاطره للكره والرياضه الافريقيه، ونموذجا للحكامه وللعمل الجاد من اجل ان يتبوأ مقعدا ان شاء الله على المستوى المحلي والقاري والدولي. وبركان ان شاء الله ستعود بقوتها وتقول كلمتها. بريزيدون اللقب الثاني على التوالي الموسم الماضي امام الوداد، وهذا العام امام الرجاء، في نظرك شكون اللي كان صعب؟ كل كأس كانت عندها واحد الخصوصيات ديالها. اليوم النهضه البركانيه اذا هو ثمره كما قلت ديال واحد الجد وواحد بالفعل انه باش تقتنص واحد الكاس من وسط مدينه الرباط العاصمه، وبعد بعد 90 كيلومتر من مدينه الدار البيضاء اللي حج مجموعه يعني الاف من جماهير الرجاء. فهارد لاك لهم. احنا الكره خصها هي رياضه قبل كل شيء، يعني في البدايه فمن زاد عليك بالاخلاق زاد عليك بالرياضه وكره القدم وحب الوطن من الايمان. وحنا دائما نشجع الفريق اللي كيلعب على هذا القيم وعلى هذا الروح الرياضيه وعلى المحبه. ولو اصبح الفريق البركانيه عنده نموذج للحكامه الكرويه، وان شاء الله سيقول كلمتها.